كيف تفوز على الأرجنتين في كبسولة صغيرة جدا. لكن قبل ما تسألني انت ليه لابس تيشيرت الأرجنتين أصلا في ليلة الماتش هقول لك في آخر الفيديو. لكن دلوقتي عليك باللايك والسبسكرايب والشير يا معلم عشان خاطر نوصل لأكبر عدد من السبسكرايبرز واحنا شغالين في كأس العالم كده. فيلا بينا نتكلم ازاي نكسب الأرجنتين، وهقول لك في آخر الفيديو أنا لابس التيشيرت. رقم واحد، لازم نعرف إنه ما يقدر على القدرة إلا ربنا عشان نبقى متفقين. ده بطل العالم. شوفوا يا جماعه، الارجنتين مش بس بطل العالم، ده المصنف الثاني عالميا، يعني فرقه محافظه على مستواها خلال الاربع سنين اللي فاتوا. احنا لعبنا اسبانيا المصنف الاول عالميا في ارضها وسط جمهورها وتعادلنا، لكن الارجنتين هي المصنف الثاني وهي بطل العالم، وده كاس عالم غير المباريات الوديه. فهنعمل ايه؟ تعال اقول لك. في كلام حماسي محتاجين نقوله، برضه هنقوله في اخر الفيديو، وكلام مهم جدا جدا ليه علاقه بتاريخ مصر الكروي. لكن في الملعب هنعمل ايه؟ بص يا معلم، بمنتهى البساطه احنا لازم نلعب بخمس مدافعين على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، خمس مدافعين. ليه؟ زون 14 لازم يكون فيها حد. يا عم زون 14 والكلام مكلك اعداء، قوس منطقه ال 18 اللي هي ظهر خط النص. المسافه ما بين خط النص وخط الدفاع، المسافه دي هي جنه ميسي، هي المكان اللي ميسي بيحب يتمشى فيه وبيلعب فيه وبيتدنجل فيه وبيعمل كل حاجه فيه، وبيبقى مواجه المرمى وعنده بدل الاختيار 50 اختيار في زوايا التسديد. عشان كده احنا لازم نلعب بخمسه، الاثنين مساكين دول اساسيين، وفيها لازم يبقى واحد يبقى قدامهم. يعني احنا بنتكلم حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، قدامهم رامي ربيعه. ده يعني السيناريو الامثل بالنسبه لي. رامي بيعرف يلعب قدام الاثنين مساكين وبيعرف حتى يزيد. حمدي فتحي بيعرف يلعبها برده، لكن رامي ربيعه مميز فيها جدا ويقدر يزيد في خط النص لو هنلعب ضغط عالي. مش بس كده بقى، احنا ليه عايزين حد يبقى مدافع ثالث احسن ما نلعب ثلاثه في خط النص او ثلاثه بعدهم ليبرو ساقط في خط النص، ليبرو معكوس يعني. السؤال بمنتهى البساطه ان الاحسن انك تدافع بوشك احسن ما تدافع بظهرك. انت هتستقبل لعبه، هتستقبل لعب، الوضع هتبقى في وضع دفاعي في اغلب حالات المباراه دي، ما فيهاش كلام. فانت ما ينفعش يبقى المدافع الزياده عندك جاي بظهره او مدي وشه للمرمى بتاعك، ما ينفعش. لازم يبقى جاي شايف الملعب بوشه، مستقبل الدفاع. فلازم يبقى فيه اتنين مساكين وقدامهم المدافع الثالث زي ما انت قلت، غير الاتنين باكات. طبعا الاتنين باكات دي بقى هي السؤال ال1 مليون دولار كويستشن زي ما بيقولوا، السؤال المليون دولار، السؤال الذهبي. مين هيلعب باك ليفت؟ كريم حافظ جاهز، احمد فتوح جاهز، الاثنين مصابين. فده سبب ادعى يخليك تلعب بثلاثه مساكين، عشان خاطر في حال ما لعبت في واحد غير مركزه، قد يكون تريزيجيه يلعب وينج باك، مش باك ثابت، يلعب وينج باك. فانت هتحتاج المدافع الثالث انه يرمي عليه ويسند عليه في حاله ما تبقى بنستقبل لعب. فثلاثه مدافعين دي منتهيه. لازم نلعب بثلاثه مدافعين. خط النص لازم اتنين ستات، يبقى مروان اتنين ستات بمعنى رقم 6 يعني. لازم يبقى مروان عطيه وعوده مهند لاشين، مهم جدا جدا جدا. ده الاستراكشر، ده الهيكل او العمود الفقري لمنتخب في تشكيلته قدام الارجنتين. لان ميسي اهم حاجه، خد بالك، ميسي دايما بيستلم بين الخطوط. طبعا الكلام ده اتحرق في النقاش، لكن ميسي دايما بيستلم بين الخطوط. وحتى لما اللعيبه او الوينجات او الباكات بتوع الارجنتين بيطيروا، بيبقى الهدف الاساسي هو التشتيت وتفضيه نص الملعب لميسي، او منطقه زون 14 او قوس ال 18 لميسي، عشان خاطر يستلم باقل عدد من الخطوات والتفكيرات. لان ميسي ما بقاش زي زمان، السرعه ما بقاش زي زمان، وميسي محتاج يبقى منجز. هو دايما بيعمل كده، شفنا اهدافه في الجزائر، شفنا هدفه في كاب فيردي الاخير. ميسي بقى دلوقتي بيستلم وبيشوط. موضوع انه يجري ويرقص واحد واثنين ما بقاش يعمله، لانه الجسد لا يرحم بجد، الجسد لا يرحم بجد. وهو ده عقل ميسي لما يقول لك الجسد لا يرحم. هو ما بقاش يعمل ان هو ياخد الكرة ويرقص 1 2 3، لكن ما زال قدرته في الاستلام بديعه، وجون كاب فيردي الاول يشهد. ما زال قدرته في التسديد بديعه، والسبع اهداف اللي سجلهم في كاس العالم يشهدوا، بالذات الهاتريك بتاع الجزائر. بيشوط في كل حاجه، مقص يمين شمال ارضي عالي واطي في نص الجون، بيعمل الفاول، شايل فاول في نص الجون ودخلت. فالاهم ان ميسي، هتقول لي طب نلعبه مان تو مان؟ مستحيل. انت كده بتبقى بعت فريقك انك تلعب مان تو مان، يعني واحد لواحد ضد ميسي. انت متخيل؟ افهم الكلمه، انت بتلعب واحد لواحد ضد ميسي، هيرقصه في متر. هو اصلا مش هيبقى محتاج يرقصه، هو هيستلم واللعيب بتاعك اوف في بوزيشن مش في مكانه. فبالتالي انت ميسي لازم يبقى تغطي الزون، ما تغطيش مان تو مان، ما تمسكش ميسي، لان ميسي بيتمشى. فاللي معاه هتحس ان هو ملوش لازمه، فممكن حتى يندفع ويتحرك مع الكره، لان ميسي ما بيتحركش، اللي هيمسكه هيزهق بجد. ميسي يا جماعه اقل لعيبه الكره تحركا، وحتى كان ليه جمله شهيره يقول لك انا لو عندي نصيحه هديها للعيبه الجداد، انه امشي كتير في الملعب واتفرج، دي مصيبه، اوعى تعمل كده. ميسي بس اللي يعمل كده، اللي نقدر يعمل اسكان.
الخطة المختصرة في الموضوع ده انه لازم ميسي ما يستلمش على قوس ال 18. ممكن ينزل يسقط هو ويستلم ويوزع اللعب، دي هتبقى مصيبة تانية بالمناسبة. وحاجة تانية برضو عايز اقولها، بس برضو في الاول ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير. الارجنتين ساعات كتير زي برضو الهدف الاول بتاع كاب فيردي. طب ما الهدف الاول كاب فيردي ما كانش من العمق، كان ازاي؟ كان ضرب نصيب تسلل، بان حصل التجميع. دي اللعبه التقليديه جدا مش للارجنتين، لكل الانديه. يبقى التجميع في حته وفجاه كوره طوليه تتلعب على اللاعب اللي احنا مركزين ان احنا هننهي الهجمه عنده، هنجمع شمال وفي الاخر نفنش ناحيه اليمين. الميزه في ميسي ان لما يتلعب الكره العرضيه او تغيير اللعب او تغيير الملعب من مكان لمكان، دقه الاستلام عند ميسي ما بتجليش. فانا مهما لعبت لك كوره انا عارف ان ميسي هيستلمها. انت الفرق ما بين فرقه وفرقه لما اجمع في حته وانقل الناحيه الثانيه لحد ما اللاعب يستلم وحد يظهر له ويسند عليه ويبني الهجمه، في بتاع 3 ثواني ممكن تغير حاجات كتير في الماتش. لكن ميسي خلاص هو لوحده هيستلم ويصلح ويشوط وانتهت الموضوع. هو الاسيست وهو الهداف وهو صانع الالعاب وهو اللي بيستلم وهو كل حاجه. فهنا تظل الفكره انه ما تخليش حتى لو لقيتهم بيجمعوا لعب في حته، لازم حد عينه مع ميسي، مش مان لازم حد يغطي الزوم بتاعت ميسي وما يتخدعش في التمشيه. هتقول لي يا عم طب انت نورت المحكمه، يعني انت الفريكيكو اللي بارم ديله اللي كل المدربين اللي لعبوا ميسي في كل البطوله ما عرفوش السر ده، وفي المنتخبات ما عرفوش السر ده، وانت اللي جايبه. حبيبي اللي انا بقوله ده عادي جدا، ما يحصلش منه اي حاجه، وميسي يطلع لك بحاجه رابعه خمسه سادسه جديده يضرب كل اللي قلناه ونتعلم منه كلنا. وهنا هوصل لنهايه الفيديو. انا مش عايز اطول عليكم في هذا الفيديو اللي مفيش حاجه تتقال. الارجنتين مليانه، هقول لك بقى الباكات ولوتارو وسيميوني وابن الذين اللي ورا ده ايميليانو مارتينيز. لا سيبك من كل ده، هكلمك بقى في الحته المعنويه اللي لازم حسام يقولها قبل الماتش، قبل اللعيبه ما تنزل الماتش. الكلمتين اللي مش هتقالوا في الاربع ايام اللي فاتوا بين الماتشين، الكلمتين اللي هيتقالوا قبل ما اللاعيبه تخش التانل، تخش نفق قبل ما تخش الملعب، وهي خليكم فاكرين يا جماعه انه اهم مباراه في تاريخ منتخب مصر، ايه اكتر مباراه احنا فخورين بيها؟ ماتش البرازيل. ماتش البرازيل ده احنا اتغلبناه بسيناريو يقطع الخلف. مصر خسرت ماتش البرازيل 4-3 بسيناريو مقرف، ومع ذلك ما كلنا فخورين بالمباراه دي لسبب واحد فقط، انك لعبت ماتش كبير، انك كنت ند، انك كنت راجل، انك عملت كل اللي عليك، انك داخل الماتش من غير ضغوط. يا جماعه احنا بنلعب للشهره، الارجنتين هي اللي عليها ضغوط. انت عارف ماتش استراليا في دور ال 16 احنا مصر ليه كانت مضغوطه وعندها، رغم ان احنا عملنا كل اللي عايزينه، كسبنا مباراه وتاهلنا دور ال 16، فاحنا بالنسبه لنا تمام. لكن احنا كان علينا ضغط ان نكسب، ان احنا مستخسرين تطلع من استراليا. نفس الكلام الارجنتين مستخسره تطلع من مصر. الارجنتين لعبت مين من اول بطوله؟ جزائر، كاب فيردي، نمسا، مصر. افندم واردن يعني اردن اول مره كاس عالم، كاب فيردي اول مره كاس عالم، النمسا اول مره كاس عالم من سنه 98، والجزائر راحت ولا جت دوله افريقيه، ما هيش من التصنيف الاول ولا الثاني. فالارجنتين ما لعبتش حد، ما شافتش حد. فهم بقى عندهم الضغط اللي كان علينا في ماتش استراليا، مستخسرين، ما ينفعش، احنا لسه ما لعبناش حد في كاس العالم. فنازلين فعلا عليهم ضغوط، مش على ميسي، على المنتخب، على ان احنا لازم نتاهل، على ان احنا لازم نثبت نفسنا، خصوصا بعد كاب فيردي. هتقول لي ماتش كاب فيردي ممكن يكون قلم على وشهم فوقهم ان هم الماتش ممكن يروح منهم. لا، هو ممكن، انا شايف ان الارجنتين ممكن انت تخلص عليهم بقلم كمان. خدوا القلم من كاب فيردي، تديهم القلم الثاني وتديهم نوك اوت، وان شاء الله مصر قادره كده. وتذكر الماتش ده للشهره، محدش عايز حد حاجه من المنتخب، احنا داخلين مغلوبين مفيش مشكله، لكن العب ماتش كويس، العب راجل، العب للشهره، مش شهره تبقى اناني، العب للشهره، العب لفرقتك، انبسط باللعب. انت يعني يا عالم هتبقى في المكان ده امتى؟ احنا بقالنا 105 سنه بنلعب كوره في مصر، عمرنا ما وصلنا هذا المكان. انبسط زي ماتش البرازيل، انبسط. الفرصه دي يا عالم هتجيلك تاني ولا لا؟ كل اللعيبه دي كان ميسي مثلها الاول. انت النهارده بتلعبه في كاس العالم في دور ال 16 على اللي يصعد دور الثمانيه. انبسط، شيل الضغوط، استمتع، وبالتوفيق لمصر. انا ليه لابس تيشيرت الارجنتين؟ عشان دي هتبقى ان شاء الله اخر مره هيلعبوا ماتش في كاس العالم، ومش هلبس التيشيرت ده لحد اخر كاس العالم باذن الله. هذا كل ما لدي، مستني اسمع رايكم في التعليقات. ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير والكلام الجميل ده. شكرا جزيلا، وبالتوفيق لمصر ان شاء الله. ان شاء الله هنكسب في الوقت الاضافي 2-1. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.